السلام عليكم ورحمة الله. هتكلم إن شاء الله معاكم النهاردة عن التصريح اللي خرج امبارح من منظمة الصحة العالمية بخصوص البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. عاوز نتعمق أكتر ونعرف إيه الموضوع دوت وليه منظمة الصحة العالمية حطت السكوب على النقطة ديت بالذات وإيه أثرها وإيه اللي ممكن يحصل بعد كده. كل ده هنعرفه إن شاء الله في أقل من 10 دقايق. إيه التصريح اللي خرج امبارح من منظمة الصحة العالمية؟ التصريح اللي خرج امبارح من منظمة الصحة العالمية ده بيقول إن في واحد من كل 6 بكتيريا أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية. اللي أنت تقصدها المضادات الحيوية اللي إحنا بناخدها لما بنعيا؟ بالظبط. طب ده على الفيروسات ولا البكتيريا؟ لأن في نوعين. لا، هو ده على البكتيريا. طب كورونا وحمى الضنك اللي اتكلمنا عليها والحاجات ديت قبل كده دي فيروسات ولا بكتيريا؟ لا، دي فيروسات، دي نقطة أخرى. لكن هم بيتكلموا على البكتيريا. البكتيريا طبعا في أمراض كتير بتسببها البكتيريا، وعلى أساس دوت بيتوصف لنا الأنتيبيوتيك أو المضاد الحيوي المناسب أو الخاص بيها. طيب هي المضادات الحيوية دلوقتي مبقتش تنفع للأسف في بعض الحالات. ليه؟ هي طبيعة جسم، لا الناس بتاخد مضادات حيوية كتير، فالموضوع ده أثر بالسلب على الجسم، مش منعت الجسم بصفة خاصة، لكن البكتيريا ابتدت إن هي تبدي مقاومة ناحيتها. طب الموضوع ده ليه تأثير قوي؟ للأسف لأن دوت كان سبب في نص مليون وفاة، وده سبب مباشر، بالإضافة ل5 مليون وفاة كانت سبب بس غير مباشر. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه في موضوع زي كده؟ زي ما قلنا الوقاية خير من العلاج. أول حاجة تبتدي بيها هي مناعتك، تعزز مناعتك. طب هي مناعتك هتشتغل على الفيروسات ولا هتشتغل على البكتيريا ولا هتشتغل على ايه بالظبط؟ مناعتك هتشتغل على كل حاجة. جسم الإنسان اللي ربنا خلقه ده جسم معجز، يعني فيه كل حاجة ويقدر يعمل كل حاجة بكفاءة. ربنا خلقه وعارف إن هيبقى فيه فيروسات ويبقى فيه بكتيريا ويبقى فيه أمراض، وقال كده هو في القرآن إن هنبتلى بالمرض، وبرضه في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن في ربنا هيبتليها بأمراض لم تكن في سابقيها. فده موجود. لكن إحنا نعزز المناعة الذاتية بتاعة الجسم. طب هي المناعة الذاتية هتقدر تتعامل مع ده كله؟ أنت اوريدي يوميا جسمك بيتعرض لما يقرب من 10,000 أتاك، والمناعة اللي بتشيل اللي بيهرب بس منهم من المناعة وبيرفع درجة الحرارة ده اللي انت بتعيا بيه أو بيكون إهمال منك. انت بتنزل في جو ساقع جدا بلبس صيفي، بتشرب مشروبات ساقعة جدا تتعب زورك، بتفضل تشتغل فترات طويلة من غير بريك ومن غير ما تريح نفسك ساعة، بتسهر كتير وبتقلل ساعات نومك، فبترهق جسمك وبترهق بدنك والمناعة بتضعف. مبتاكلش أكل هيلسي ولا أكل صحي، عايش على الأكل الدليفري، بتزود الكوليسترول والدهون ووزنك بيزيد ومفيش رياضة. دي الحاجات دي كلها اللي انت بتعملها هي دي اللي بتأثر عليك وبتأثر على المناعة. طيب هو دلوقتي في حل بالحجامة لموضوع المضادات الحيوية؟ عاوز أقولك المضادات الحيوية لما تم اكتشافها كانت معجزة طبية بمعنى الكلمة. ليه؟ لأن هي البكتيريا ذات نفسها كانت بتفرزها، ده مضاد بكتيري مضاد للبكتيريا. يعني دي المضادات الحيوية ديت بتبقى مضادة للبكتيريا، حاجة مباشرة بتقتل البكتيريا اللي بتضرك أو مسببة لك المرض. طيب هو دلوقتي في حل للموضوع ده؟ زي ما قلنا الحل رقم 1 إن أنت تعزز مناعتك. طيب النقطة التانية، عاوز أقول لك إن الحجامة بترفع من كفاءة الأدوية اللي أنت بتاخدها. إيه ده؟ لا دي جديدة. إزاي الحجامة وهي بتقوي المناعة بتاعت الجسم بترفع من كفاءة الأدوية اللي في الجسم؟ أولا، أي حاجة كيميكال أنت بتاخدها بتسيب أثر في الجسم. يعني فلان أخد الدواء الفلاني، راح عمل تحليل بان ان هو حصل له ان هو اخد الدواء الفلاني. ليه؟ ده بيسيب اثر في الجسم. دور الحجامة اعتبرها زي مكنسة مع اختلاف طبعا التشبيه، بتنظف الجسم من الحاجات دي كلها، بتطلعها فالجسم مبقاش متعود عليها. زي مثلا انت متعود تشرب قهوة، ما كنتش في الاول بتشرب، دلوقتي اتعودت تشرب قهوة،
كنت تشرب القهوة عينيك مفنجلة، لما استمريت عليها فترة طويلة بقيت تشرب القهوة وتنام. ليه؟ الجسم اتعود عليها، ده شيء طبيعي. كذلك الانتيبيوتكس اللي انت بتاخدها باستمرار عمال على بطال، او انت بتعيا كتير لان مناعتك ضعيفة، الجسم برضو اتعود عليها. فزي ما كنت بتشرب القهوة عينيك بتفنجل، بعد فترة لا خدها ما بتجيبش نتيجة، بتشربها وبتنام. كذلك المضادات الحيوية. بالإضافة بقى، مش جسمك بس اتعود عليها، طبعا الحجامة هتطلع الأخلاط ديت وترجع لك الفاعلية حتى بتاعت الأدوية، هترجعها لك لجسمك. النقطة التانية إن الأنتيبيوتكس اللي بتدي مقاومة للجسم، دي هتضعف المقاومة بتاعة بتاعة البكتيريا للأنتيبيوتك، بتضعف في الحالة ديت. طيب في إيه كمان؟ عاوز أقول لك الأنتيبيوتكس أصلا أيام كورونا وكورونا فيروس كان أغلبهم ما كانش فيه علاج للأنتي فيرال أو للفيروس ذات نفسه، كان اغلب الدكاتره بيكتبوا انتيبيوتكس. طب ازاي هو ده مش مضاد بكتيريا وده مضاد؟ المفروض الفيروس مجيه مضاد فيروسي، ازاي ده بيشتغل ضد ده؟ هو كان بيشتغل وبيأثر بس تأثيره غير مباشر، كان بيشتغل وبيأثر وتأثيره غير مباشر. النقطة التانية، المناعة لما بتضعف البكتيريا الضارة برضو اللي في الجسم بتزيد، لأن انت المناعة دلوقتي متوجهة للفيروس. في جسمك اوريدي بيحصل اتاك من بكتيريا واتاك من بكتيريا داخلية جوه الجسم، بتزود ضعف المناعة. فدي كانت بتساهم، بتقدرش ان هي تقضي على الفيروس بنسبة 100% او بنسبة 100%، لكن على الاقل بتضعفه وبتمنع اي عدوى بكتيرية تاني. وده كان بيساعد المناعة. يعني الانتيبيوتيك كان بيساعد ان احنا نخلص من الفيروسات، كان بيساعد على الرغم ان هو مش انتي فيرال، على الرغم ان هو مش انتي فيرال. طيب احنا دلوقتي دي مشكلة كبيرة والموضوع ده هيزيد. عاوز اقول لك لا، بالنسبة نوعا ما التقرير بتاع منظمة الصحة العالمية هو دوت بيكون نسبة كبيرة منه، يعني نص مليون اللي توفوا او 5 مليون بسبب غير مباشر بسبب مقاومة البكتيريا، هنلاقي ان عندهم أمراض تانية مزمنة، بالإضافة لأن السن كبير، بالإضافة إن الناس دي ممكن تكون مش هيلثي، وده على مستوى العالم. ما نقارنش، يعني ممكن يكون في جزء كبير منهم، التقرير طبعا ما فصلش ديت كلها دول نامية ولا دول متقدمة زي أوروبا وأمريكا طبيا ولا. فالموضوع برضو مش مخيف، لكن احنا لازم نشتغل على جسمنا ولازم نخلي بالنا. طبعا احنا في شتاء دلوقتي وفي مدارس وفي جامعات، وفي طبعا متحور اوميكرون، وفي حمى الضنك اللي موجودة في السودان. احنا ما نستناش حاجة، احنا نعزز مناعتنا. لازم حجامة، ويا ريت لو حجامة دورية، لازم رياضة، لازم نحافظ على الأكل بتاعنا، متابعة الوضع الوبائي، دي حاجة كويسة جدا خصوصا في الزمن اللي احنا فيه دوت. ولو في عندكم أي سؤال أو أي استفسار سيبوه لنا في التعليقات، ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.